حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل تجهيزات المحشي. اول حاجه البرنجان هبتدي بيه، وطبعا هوريكم الكرنب بيتعمل ازاي. طيب البرنجان ليه كذا طريقه. آه في ناس بتجيب البرنجانه قبل ما تقورها وتبتدي تطريها كده، تمام. وفي ناس بعد ما تقورها قبل ما تحشيها بتحمرها. طبعا كل الطرق ديت انا عندي في عيلتي، مامتي وعمتي الله يرحمها كل ده كنت بشوفه، لغاية جت حماتي شفتها ولا بتطر البرنجان ولا بتحمره ولا حاجة، وانا بحب دايما اجرب لغاية ما اعتمدت الطريقة اللي ريحتني. البرنجان يستحسن ولا تدعكيه ولا اي حاجة عشان ما يسمرش منك، اهو على حاله. بتمسكيه من عند الراس من هنا اهو، شيل القمع بتاعه كده ده خلاص، واجي تحت القمع من هنا اهو كده اهو ماشي، واقوم ايه قطعه دي كده خلاص. اجيب المقوره يا حبايبي، ادي المقوره اهو، بدخلها في نص الايه، 3/4 المقوره في نص الراس بتاعته، وابتدي بص انا ماسكه البرنجانه اهي، المقوره اهي اهي، ببتدي الف المقوره ثابته، بلف ايدي ماشي مع المقوار كده اهو، شايفين حركه الايد؟ ادي ايدي ماشي، وادي البرنجانه، ادي حركه ايدي وادي البرنجانه. اي حاجه تطلع تنزلها اول باول اهو، وادخل ابتدي بقى اضغط شويه عشان الجنوب، اضغط بالمقوار عشان الجنوب اهو اهو. ما تحاوليش تدخلي المقوار لغايه هنا، لو دخلتيه هتقوم منفجره منك تاني. بص معايا كده، بلاقي ان بعض الجنوب هنا تخينه شويه، ابتدي ادخل المقوار وبجنب المقوار اللي هو فيه سنان ده، وابتدي الف بيه كده اهو، واقوم مطلعه خلاص. اجي ابص الاقي مثلا الجنب ده تخين، ادخل المقوار وبالسن المشرشر اهو بالراحه كده خلاص. ارجع اكمل بقى اهو بالراحه، ما تحاوليش في بدايه التقوير تدخلي المقوار دوت لجوه خالص، واحده واحده، هاتي من جوه وبعد كده الجنوب اهو. بصوا معايا اهو، واحده واحده اهو. طيب افرض دلوقتي وانا بقور وانا لسه طبعا بنوته اول مره امسك المقوار ماشي، اعمل ايه لو البرنجانه اتخرمت مني ولا اي حاجه خالص؟ لو عندك كرنب هتعمليه مع البرنجان، هاتي حته ورقه كرنبايه وقومي مدخلاها هنا اهو، وبالمقوار سد الايه الفتحه خلاص. وما تخافيش يا ستي، احنا ياما في بداية حياتنا ياما كام برنجانية اتخرمت مننا، كام كوسة اتشرخت مننا. الانسان ما بيتعلمش من اول مرة، لازم ناخد فرصة، ما نيأسي. ما تقوليش بقى انا نفسي اتعلم الحاجة واحدة واحدة على مهلنا. كمان مرة اهو، اشيل القمع بتاع البرنجان خلاص، شايفين راس البرنجانة؟ انزل تحتها كده اهو بشوية صغيرين واقوم قطعاها. طيب بناتنا اللي ممكن يخافوا من المقوار ده، في مقوار بس انا كنت زمان كنت بستخدمه بس ما عدتش بستخدمه دلوقتي. المقوار ده عبارة عن جهتين ماشي، ما بيخليش الحاجة تشرخ منك. ده لبناتنا اللي أول مرة هيقوروا، ممكن تستخدمي المقوار ده موجود الناس اللي هم بيبيعوا تجهيزات العرايس ماشي، المحلات يقولوا أنا عايزة المقوار اللي هو ليه فتحتين من ده، موجود
حتى برضو لو في حد في القطر بيبيعوا الحاجات دي اهو. بدخل، بص معايا اهو، وبلف المقوار اهو، شايفينه اهو اهو. طبعا ده حلو جدا جدا لبناتنا اللي اول مره يمسكوا المقوار واول مره يقوروا. شايفين اهو، بطلع ماشي وانضف من هنا المقوار ده، ادخل تاني اهو. المقوار ده مش وحش جدا، كويس جدا جدا. بيقور لك، بيحملك الحاجه من اي شروخات. تمام اهو. انا بحس اوري بس بناتنا اللي اول مره. بناتنا اللي اول مره يمسكوا المقاور. طبعا في امهات حبايبنا ان شاء الله يعني اساتذه مع مرتبه الشرف، ما بيمسكوش المقاور خالص بصراحه. بيمسكوا السكينه ويقوموا مقورين بيها، يعني ولا كلمه ولا حاجه تتشرخ ولا حاجه تتعمل تبوظ. بسم الله ما شاء الله، يعني في امهات ولا كلمه يعني عليهم. ف انا بس بكلم بناتنا اللي اول مره هيعملوا المحشي واول مره بيمسكوا المقوار. تمام يا حبايبي اهو. خلاص، خلي البرنجان بالذات رقيق شويه، وما تحاوليش توصلي المقوار لغايه تحت خالص. انا عايزه المقوار، بصي يعني سيبي المسافه دي. شايفين المسافه دي حلوه قوي قوي لما تسيبيها. خلاص يا حبايبي، اكمل وارجع لكم تاني. حبايبي الحلوين، نجيب الكوسه اهوت. ماشي، نعمل ايه في الكوسه؟ بص معايا، شايفين الراس دي تحت الراس برضو كده اهو اهو، زي البرنجان اهو. ماشي، وفتفوطه. شايفين القعر بتاع الكوسه؟ بص مسح كده اهو، ما تغوطيش، ده من على الطرطوفه بس بشيلها. اجيب بقى المقوار. ماشي حبايبي اهو، ده المقوار اهو، بدخله في النص. ماشي، وما بدخلهوش جوه الكوسه بالذات علشان الجوانب بتاعتها ناشفه. لو دخلتيه جوه قوي ممكن تشرخ معاكي من هنا. طيب اعمل ايه؟ بص معايا، انا مدخله، بص قد ايه فتفوته اهو، واقوم لفه كده اهو، واقوم منزله. طبعا الحشو ده انا برميه في قعر الحله علشان يحملي الحله بعد كده. طيب بصوا معايا اهو، ادخل تاني بالراحه والف اهو، الف بالراحه. التعامل مع الكوسه على مهلكم. تمام اهو، شايفين تاني. بس الكوسه بالذات بقى يا حبايبي احنا مش هنرقق الجوانب بتاعتها زي البرنجان. انا بحب اسيب سمك للكوسه، لانها لسه الكوسه بتستوي بسرعه، فمش عايزاها تتهرى، فانا عايزه فيه سمك. بصوا معايا، انا مش هاجي جنب الجنوب دي، انا عايزه السمك ده. اوعي ترققي الكوسه لانها بتستوي بسهوله. انا هبتدي بس افحر جوه. وبص معايا، ان كنت بقول لك سيبي في البرنجان اهو الحته دي كده، لا ده انا هزود في الكوسه شويه عشان احافظ ان القعر بتاع الكوسه ما يتهرش مني اثناء التسويه. ان كان البرنجان بعمله كده ازود شويه واسيب، ما ادخلش المقوار الا لغايه هنا. تمام، هكمل اهو. خلاص، وانا قلت مش هرقق الحواف. الكوسه بالذات سهل اللي هي تستوي لان فيها عصارات مائيه، فبالتالي بتسوي الحاجه معاها بسرعه اهو. خلاص اهو، تمام. شايفين السمك اهو، لا تخين ولا رفيع. تمام، بصوا بقى معايا، بعد ما اخلص التقوير بعمل ايه؟ بجيب السكينه بتاعتي. طبعا في ناس بيعملوا كده خطوط اهي، دي كده كده. انا بصراحه ما بحبش الخطوط دي،
انا بقوم شايله القشره بتاعت الكوسه دي كلها. كل واحد طبعا حسب ايه طريقته يا جماعه. يعني الطبيخ ده ليه كذا طريقه، فكل واحد براحته. طبعا بالراحه وانت بتعملي السكينه من على الهوا. بصي بتشيلي القشره من على الهوا اهو. خف ايدك على السكينه وعلى الهوا اهو. اوعي ت... قبل ما تقوري، يعني مثلا الكوسه اهي مش هقورها وتقومي شايله القشره دي. بص معايا هنا في سائل هتمزلق معاكي وتبتدي تتنطر معاكي ومش هتقدري تملكيها. ما تعمليش حركه القشره دي الا بعد ما تقوري. طيب بناتنا اللي هم برضو يخافوا يمسكوا المقوار اللي هو زي ده. طب انا قلت كذا مره في مقوار اهو. ده بيتباع عند الناس اللي بتباع اجهزه العروسه اهو. اهو ماشي. بقطع الراس ديل بسيط من اهو بسيط اهو. اوعي تخشي كده، لا ده يا دوب قشطه كده. بصوا معايا اهو. بدخل هنا في سن، هنا في سن اهو واقف. بقوم مدخلاه كده ومثبتاه في النص وابتدي الف المقوار اهو. الكوسه ثابته معايا بلف بالمقوار اهو. شايفين اهو. المقوار ده عامل بيطلع لي الحاجه حلزونيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ اشيل ده وارجع تاني جوه اهو. ادخل المسمار واثبته وابتدي الف. انا لا هحرك لا يمين ولا شمال. هو المسمار بتاع المقوار المدبب ده بدخله في النص اهو واشد. بصوا معايا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تاني لغايه ما اوصل. بصوا معايا اوصل لغايه هنا اهو. شايفين؟ اوعي تدخلي المقوار لجوه خالص عشان نحافظ على قعرية الكوسة من تحت. ما تلاقيهاش وانت بتشيليها اتهرست معاكي وقلبها من تحت كله طلع اهو. كده انا خلصت. المقوار ده بيخلص لك الدنيا خالص. طبعا المقوار ده احنا بنستخدمه. قلنا لبناتنا اللي اول مرة يخشوا المطبخ ما يمسكوش مقوار قبل كده. لكن في بنات بسم الله ما شاء الله اهليهم معلمينهم ازاي يمسكوا المقوار. تمام خلاص خلصنا كده. ابتدي بقى بص معايا بظهر السكينه وتنيمي ظهر السكينه كده اهو بالورب وبالراحه. عايزاكي بصي خف ايدك على السكينه خالص على الهوا كده. شيلي القشر. لو انت خايفه تشيلي القشر بصي اعملي خط. ادي خط كده وخط كده اهو اهو. مش لازم كله اهو. وابتدي الف الكوسه من تحت كده على نفس الخط اللي انت عاملاه اهو. يعني في مشكله اما اسيب قشر؟ لا طبعا. انا قلت لك ان في ناس كتيره بتعملوا خط خط لا بتسيب حته من القشر. وانا بقى من الناس اللي بحب اشيل القشره خالص. فيعني مفيش ادنى مشكله خالص من القشر. مره تانية واخيره بقول اوعي تقشري الكوسه الا بعد ما تقوريها. قوري الاول وبعد كده شيلي القشره دي. تمام. اخلص وارجع لكم بيبي. بالنسبه بقى للفلفل لو للعنقود ده موجود بص معايا بضغط. شايفين صبعي ده؟ صبعي ده اهو. باخد امسك العنقود ده كده وبايدي واضغط لجوه داير ما يدور اهو اهو كده خلاص اهو. شايفينه؟ طب افرض مثلا مفيش عنقود هنا. بص معايا على الطرطوفه. الفلفل بالذات ما تخشش لجوه وما تجوريش على الطرطوفه اهو عشان ما توسعيش الحلقه بتاعه الفلفل. وبصبعك كده بالراحه ماشي او بالمقوار بس تسلكي بس الجنوب بتاعه الفلفل اهو. خلاص يا حبايبي. طبعا حجم الفلفل ده انتوا اللي بتتحكموا فيه. يعني عايزه فلفل كبير ماشي، عايزه فلفل صغير ماشي، انتوا حره. بالنسبه لبناتنا الحلوين
اللي اول مره هيعملوا محشي، انت مش عارفه الكميه، والله كميتك دي براحتك انت. لو مثلا انت بتحبي البرنجان انت وجوزك، كفايه مثلا نص كيلو برنجان انت في بدايه حياتك، جنب كرومبايه صغنطوطه، وانت مش هتعملها برضو كلها، ده انت هتحشي حسب الحله الكرنب بتاعتك ما تاخد، والباقي بتعينيه في الفريزر. كفايه عليك انت وجوزك نص كيلو برنجان. وبتحبي الكوسه، هاتي نص كيلو كوسه او ربع كوسه. تمام. بتحبوا الفلفل، هاتي نص كيلو. ما بتحبش الفلفل خلاص بلاها منه. تمام يا حبايبي. ارجع لكم تاني عشان نشوف الكرنب. حبايبي، دلوقتي البرنجان بالذات بعد ما قورناه شويه قيمه معلقتين ملح كبار اهو. تمام. او معلقه واحده كفايه خلاص. واقوم مقلبه كده اهو الميه، واقوم حاطه البرنجان جوه الميه بملح. ليه؟ علشان ما يسودش. تمام اهو. تمام. خلي بالك ان البرنجان فيه نسبة حديد عالية جدا ومفيد جدا للجسم وللدم. فطبعا بناتنا اللي اول مرة بيقوروا شايفين ايدي مسودة ازاي؟ دي بين البرنجان. حاجتين بيخلوا ايدك بتبقى سودا. فرط لما تيجي تفرط الرمان وما تيجي تقوري البرنجان. طبعا لو بناتنا بتخاف على ايديها من اللون ده، هو خلال مثلا 4 5 ايام بيروح من الغسيل بتاع المواعين والكلام ده كله. خايفة على ايديكي البسي جوانتي. تمام. احنا بقى اخدنا على الكلام ده، ولا بنلبس لا جوانتي ولا غيره. ماشي. خلي بالك تسريب الحديد لجلدك ده بيخش على دمنا، مهم جدا لجلدنا، مهم جدا لبشرتنا، مهم جدا لدمنا. فبالتالي الطبيخ اللي انت بتعمليه بايدك، المية اللي في ايدك، كل حاجة بتعملها بايدك صدقيني جلدك بيتشد. ما بتعجزيش، جلدك ما بيكرمش. لو وشك بيكرمش ليه؟ لان وشك بيتعرض لبخار الطبيخ، فهيكرمش ليه؟ سبحان الله، انت بتاخدي كده بخار طبيعي من الطبيخ وانت مش واخده بالك. فالبنات اللي بيقفوا ويطبخوا بايديهم ويعرضوا نفسهم للحاجات دي تلاقي بشرتهم صافيه وجميله ومشدوده. حتى ايدينا اهو، انا ماما كبيره في السن، انا كبيره مانيش صغيره، تلاقي ايدينا مشدوده والحمد لله والشكر لله عظمنا. فاستخدمي ايدك، ايدك بتحس بالحاجه، ايدك بتبقى ميزان في ملحك في بهاراتك في كل حاجه. الشيفات بيلبسوا جوانتيات عشان ده طبيخ للناس عامه، لكن ده بيتك، هتلبسي جوانتي ليه؟ خلي ايدك تحس بكل حاجه عشان ايدك تبقى ميزان زي امهاتنا وجداتنا. ماشي حبايبي. حبايبي الحلوين، دلوقتي بقى الدور على الكرنب نجهزه. حلتك كبيرة، حتى لو كرنبتك صغيرة كبري حلتك. ماشي. 3/4 الحلة مية، 3/4. اوعي تحطي ملح، الملح يشد ورقة الكرنب ويخليها مجلدة. بص معايا، معلقة سكر اهي، دي بتخلي ورقة الكرنب جميلة. بحط بس شوية كمون. ليه الكمون؟ ما ننساش ان الكرنب فيه مواد غازية بتسبب انتفاخات للمعدة. الكرنب في السلق ده بيقلل من انتفاخات الكرنب والحاجات بقى اللي بتطلع منه بعد كده في الاكل. هنغطي المية اول ما تغلي، لازم المية تغلي، نقوم حاطين الورق نشوف. بناتنا الحلوين الامارات، الكرنب بالذات عايز الحوض يبقى فاضي عشان تعرفي تستخدمي الدنيا. عندك مواعين وفي محشي، نضفي الحوض بتاعك. بص معايا، انا هعمل ايه؟ هشيل الراس دي. انت لو جبت كرنبه لسه بخيرها بتلاقي عليها ورق كتير، قطعي الورق الكتير ده لغايه ما توصلي للطبقه دي. تمام. كمان ممكن تساعدي نفسك، الكرنبايه بدل ما تهدريها في الورق الاخضر اللي بتطلعيه كتير، هاتي الكرنبايه وما تعملهاش في نفس اليوم، بيتيها يوم
مجرد ما تبيتيها يوم او يومين تلاقي الكرنبايه ورقها بدأ يخش في بعضه. يبقى انت كده مش هتهدري الورق. العنقود ده هشيله. خلي بالك سكينتك لازم تكون ايه، حاميه. ماشي كده اهو. شلت العنقود ده. بص بقى معايا عشان تفرطي الورق بتاعك. هتيجي شايفين الراس دي، من حوالين الراس اخش اضرب السكينه قلب اهو. بصوا معايا اهو، خبطه كده. اشيل السكينه اهو، اخش تاني واضرب كده تاني، اخش اهو واضرب كده، اخش واضرب. مش عايزه السكينه توصل لجوه قوي اهو، واضرب كده. خلاص اقوم اعمل ايه بقى كده؟ اقدر افرط الورق. بص معايا عشان ورقك ما يتقطعش. شايفه اتجاه الورقه فين اهو؟ اقوم ماسكه من فوق، اعرف بس اتجاه الورقه من تحت علشان اقدر ابص عليها من فوق. طبعا الورقه اللي مش كويسه انا هشيلها طبعا بالراحه كده اهو. اهو املص اهو. اهو الورق اللي زي ده اوعي ترميه، ده انا هغسله دلوقتي وهفرش بيه قعريه الحله. الورق اللي زي ده احطه على جنب بعيد شويه. بصوا معايا، اقلب الكرنب اهو عشان اشوف الورقه مين اللي عليها الدور. بصوا معايا اهو، ابتدي ابص الاتجاه بتاعها اهو. اهو يبقى هو العنقود بتاعها اهو. خلاص ابتدي اهو ازق لبره كده بالراحه خالص اهو، املصها لبره كده اهو. طبعا خلي بالكم الكرنبيه بتاعتي دي دبلانه لان بقالها كام يوم، لكن انت كرنبتك هتبقى صاحيه هتشتغل معاك اهو. بحطها فين؟ على نفس الورقه الاولانيه اللي انا خرجتها عشان دول يبقى لوحدهم يتغسلوا. بص معايا، كل ده بكلم بناتنا لاول مره. بص معايا اهو، عرفت ان الورقه دي اللي عليها الدور. ابتدي ابص لاتجاه عنقودها من فوق اهو، ابتدي ازق كده اهو بالراحه، ازق لبره كده اهو بالراحه عشان املخها اهو. اهو اهو بالراحه عشان ورقتك ما تتقطعش اهي. اهي اهي. خلاص هجمع بقى الورق الاخضر ده على جنب لوحده كده. بصوا معايا تاني، هقلب الكرنبايه وابص مين الورقه اللي عليها الدور اهي. طبعا امهاتنا العمالقه بقى ما شاء الله تن 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 بيخلصوا بسرعه، بس انا بكلم بناتنا لاول مره يخشوا المطبخ اهو. يبقى اتجاه العنقود اللي عليه الدور اهو، ابتدي بصبعي كده اهو اهو، وابتدي ايه ازق لبره كده بالراحه اهو، املخها لبره اهو، يمين وشمال اهو. اهو جمعي الورق الاخضر على جنب والورق الابيض على جنب. طيب من ان لاخر تعملي ايه؟ بعد كام ورقه ترجعي تاني بعد كام ورقه. بصوا معايا، اخش بالسكينه اهو كده اهو واميلها كده اهو. بصوا معايا اهو اهو، واضغط على بره كده اهو اهو، بوسع لنفسي عشان اعرف اشيل الورق. خلاص ابتدي تاني ابص كده اهو وابتدي املخ لبره اهو اهو، يمين وشمال كده واملخ كرنبتي. خلاص يبقى انا هخلص الكرنبه. عودوا نفسكم قسمي ورق الكرنب عشان السلق، والورق اللي هتلاقيه مش نضيف معاكي هنغسله دلوقتي. تمام حبايبي الحلوين، الورق اللي انا شاكه فيه ان هو مش نضيف، مش كل الورق. بصوا معايا كده، ده ورق ابيض اهو نضيف زي الفل، ده قلب الكرنبه من جوه ما بيتغسلش. تمام. في ورق بقى اللي كان على الوش انا بغسله اهو من اي تراب من اي حاجه. وخلي بالك الورق الاولاني هو اللي هتبتدي بالسلق، ما تبتديش بالورق بقلب الكرنبايه. ليه؟ لان الورق الاولاني اللي انا قطعته هو ده اللي هبتدي بيه. في حاجات هفرش بيها قعر الحله
اللي هو الورق بقى خلاص مفيش منه امل. وفي ورق اللي هو الاخضر اللي انا بغسله ده هيبتدي يعمل لي صفين 3. ده اللي بنضحي بيه، بحيث لو الحله علت النار عليها ولا حاجه، فده بيبقى صف بنضحي بيه بيحمي لي بقيه الصفوف. ماشي. فما نزعلش بقى على الورق الاخضر ده لو مثلا النار علت معاكي فجاه وانت مش دريانه. خلاص، يبقى الورق اللي اهو الاخضر الاولاني غسلته خلاص، وهحطه على جنب يتصفى. تمام. نيجي بقى للورق اللي هو هيتفرش بيه القعريه اهو. كان عندي 3 ورقات كده. طبعا اوعي حتى لو الورق اتقطع منك كده اوعي ترميه، ده لما يتسلق هتحشي بيه. وما تزعليش ان الكرنبات قطعت منك ولا حاجه، مفيش حاجه بتخسر في الكرنب. خلاص. ده ال3 ورقات الاولانيين ممكن يجولك بقى 3 4 بغسلهم كويس، دول مش هيتحشوا، دول بس هسلقهم عشان افرش بيهم قعريه الحل. خلاص يا حبايبي، بصوا بقى معايا. بصوا حبايبي، ده قلنا الورق اللي هو 3 ورقات مش مظبوطين ومش عايزينهم، هنسلقهم في الاول. انا بسلق بالترتيب اهو اهو. دول اللي هيتفرش بيهم قعريه الحله. وكمان ممكن تعيني ورقه كامله عشان بعد ما الكرنب يشرب ميته تقومي مغطيه عليه، يبقى طبقه من فوق كده تحملك الكرنب كمان والحشوه بتاعته. خلاص. الميه غلت، فيها كمون، معلقه كمون كبيره بس مسح، ومعلقه سكر كبيره. اوعي تحطي ملح، الملح بيجلد الورقه ما بيخليهاش حلوه. خلاص. السكر بيخلي الورقه جميله وطريه معاكي. طبعا انا ما يهمنيش الورق الاولاني ده، قلنا هنفرش بيه، فبالتالي مش ههتم بيه قوي في السليق. ده انا طلعته. بصوا بالترتيب، انا بوريكم بالترتيب. ده الورق الاولاني اهو واللي كان مغسول. بعد كده اهو وراها على طول الورق الاخضر، الورق الاخضر اللي احنا غسلناه. خلاص اهو. طيب انا هحط الورقه اهي. بص معايا، بوسع كده اهو، بوسع كده واحط. وما تضغطيش في وقت ساعتها، الورقه ناشفه، استني عليها نص دقيقه تدبل وتقومي ضغطه عليها اهو. بدات. بصوا معايا اهي بتتضغط اهي ما بتتقسمش معاكم اهي. اوسع لنفسي كده اهو، اوسع لنفسي. ما تغطي، اوعي تضغطي عليها، استني لغايه ما تدبل اهو. انا مش هقلب ولا حاجه، بغطس بالراحه اهو. بصوا بقى يا جماعه، ده هي بصوا معايا مش بيكمل، يا دوبك هي دقيقه. خلاص. وهقوم شايله اهو. طبعا لو انت خايفه تحطي ايدك، هاتي معلقه على معلقه وشيلي. بس طبعا احنا واخدين بقى على الحاجات ديت، بتصفيها وتحطيها في المصفى جنبك، المصفى تحتيها حاجه عشان تتصفى اهو. خلاص. اشيل. هو كده استوى. ما هو خلي بالك السخونيه اللي بتتحط فوق بعضها فوق الورق. ماشي. شايفين البخار ده؟ الورق فوق الورق بيسووا بعض. يلا نبتدي بقى الورق الابيض، قلب الكرنبايه اهو، قلب الكرنبايه اهو. بوسع كده اهو، واوعي تضغطي بالمعلقه خالص نهائي
علشان الورق ما يتكسرش منك. بالراحه كده توسعي، مش عارفه توسعي اصبري. انا مش هضغط اهو، هستنى قيمه نص دقيقه البخار يطلع عليه عشان يدبغه. اهو خلاص، هو مجرد ما بيخش النار خلاص كده اهو. بالراحه اغطس. والله انت على حسب ايدك، شايفه ايدك بتجيب كذا ورقه حطي، شايفه ايدك بتجيب ورقتين تلاته ما تخافيش، كفايه ورقتين تلاته، حد بيجري وراكي اعملي اللي انت عايزاه. بس طبعا عايزه اقول لبناتنا حبايبنا معلومه بس كده قبل بقى ما اخلص الكرنب. بصوا معايا، ده الكرنب حطيته على جنب اهو في مكان لوحده، ده الكرنب اللي هفرش بيه، وده الكرنب الاخضر اللي هعمل بيه كام سطر عشان احمل الايه الحله من تحت. المصفى بقى هنا هحط فيها الورق الابيض ورا بعضه بقى ما يهمنيش. خلاص بصي، هو اقل انا قلت لك دقيقه، دقيقه اهو هنشيل. رغم اللي هتحس ان الورق جامد لسه معاكي، خلي بالك بقولك البخار اللي طلع من كل ورقه على ورقه بيسوي. انا عايزه بناتنا ما تسيبوهوش علشان تقدري تحشيه يا حبيبتي. هخلص بقى السليق وبعد كده نشوف نقطعه ازاي. مين دلوقتي هنعمل ايه؟ هنتعلم ازاي نقطع الكرومبه. بص معايا كده، بنجيب الكرومبه ماشي، طبعا نجيب المقاسات اللي قد بعضها. بص معايا اهي، بضم كده اهو اهو. بص معايا بفرد كده اهو. طبعا انت عندك جلانشه ماشي، ما عندكيش مفيش حاجه بتقف على حاجه. انا جبت صينيه وقلبتها على ظهرها عشان ما بوظهاش. طبعا الورق الاخضر ده الاولاني بيبقى مقاس واحد، احاول اخلي الورق يتفرد كده اهو ماشي اهو ماشي، واقوم ايه حاطه، شايفين العنقود على العنقود اهو منيماهم. انا هوريكي طريقتين للتقطيع وانت براحتك خالص اختاري اللي تعجبك وترتاحي لها. اهو يا حبايبي اهو، شايفين الورقه بتنيها من عند العنقود نصين كده اهو، واتاكد ان الورق ايه مفرود كله اهو. خلاص اجي اعمل ايه بالسكينه؟ بص معايا من عند شايفين العنقود تحتيه كده اهو 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 اهو. بص معايا لغايه هنا اهو. طبعا سكينتك لو حاميه تنجز معاك اهو. خلاص، لان دول ملهوش اي اهميه. وعلى فكره انت ممكن تستخدمي ده في فرشه قعر الحله. وطبعا الناس اللي عندها طيور ما بترميش حاجه، يعني بتنجز في كل حاجه. بص معايا بعد ما خلصت ببتدي، بصوا معايا، اضمه كده اهو على بعضه اهو، اضمه كده. بص معايا دي حسب إيه عايزاه عريض ماشي، عايزاه رفيع ماشي، بس انا بحب ايه الحته دي كده تكون يعني ايه مناسبه اهو. واقوم مقطعه اهو الحته دي على 2 كده، قطعت الورقية على ايه على 3. طيب هو انت مش هتقطعي الورق ده؟ خدوها نصيحة مني انا، اما تيجي تحشي بص معايا سيبي الورقة زي ما هي كده، وابتدي لفي 2 3 بس، وتقومي قطعة. لقيت الورقة خفيفة معاكي يبقى 4 لفات وتقومي قطعة. تمام، وهكذا. اما تيجي بقى تعملي ايه، خلي الورق زي ما هو كده، جمعي الاخضر على بعضه في صينيه عندك كده اهو، هوريها لكم اهو. صينيه زي دي كده، وتقومي رصه فيها الورق الاخضر جنب بعضه والورق الابيض جنب بعضه عشان نبتدي. طب ايه الطريقه التانيه اللي هنقطع فيها؟ بصوا معايا اهو، انا هجيب الورقه اهي، بصوا معايا شايفينها اهي، وعلى ايدي طبعا الطريقه اللي تعجبك
شايفين العنقود ده؟ ادخل السكينه من جوه اهو اهو اهو. خلاص. وابتدي بص معايا اهو، ارجع اجيب الورقه على الورقه كده اهو، انظم كده اهو نفسي وابرم الورقه كده وابرمها اهو. خلاص. وهقطعها على 3 حتات زي ما انت عايزه كده. تمام اهو، حتتين اهو. خلاص. اخر مره تاني للمره الاخيره. تاني تاني. بص معايا، ادي الورقه اهي بتاعتنا اهي، هتنيها اهو. خلاص. واقوم حطها على الصينيه كده اهو، واجيب الورقه اللي قدها ما تكونش اصغر منها. خلي الورق قد بعضه، ما تكونش ورقه كبيره وورقه صغيره اهو. خلاص يا بنات. واتاكد ان الورق مفرود مفيش حاجه متنيه اهو. من عند العنقود شايفينه؟ تحت العنقود اهو. والسكينه بورب، السكينه ايه؟ بورب لغايه هنا كده اهو اهو اهو. خلاص. واقوم ماسكه دي ضماهم على بعض كده اهو اهو. وابتدي بصوا معايا اهو، انا بحب التقطيع لغايه هنا كده اهو. ودي على حتتين كده. الورق الاخضر خلص معايا. مره تانية بقى من غير الحته دي اجيب ورقه بيضه اهو. ادي الورقه البيضه مثلا اهي. انت مش عايزه تعملي العمله دي اهو، دي الورقه اهي. بقوم مطبقاها كده. ماشي. بصوا معايا، من تحت العنقود اهو، السكينه من تحت العنقود اهو اهو اهو. تمام. واقوم مرتبه دي على دي كده اهو، واقوم لفاها برماها كده اهو، واقطعها على 3 حتت. عايزه على 4 حتت، زي ما انت عايزه اهو واهو. واقوم حاطه الورق الابيض ارصه على جنب كده، يبقى الورق الاخضر على جنب والورق الابيض على جنب. طبعا انا عندي الورقتين او ال3 ورقات اللي مش كويسين اهمت، دي اللي هفرش بيهم القعر. تمام. طول اول سطرين 3 خليهم بالورق الاخضر الغامق، لان طبعا معروف ان اول سطر ده بيبقى يعني على الله حكايته. خلاص. وابتدي اشتغل بقى في الابيض. فيديونا بس النهارده ازاي نقطع، ازاي نقور. ان شاء الله المره الجايه هعلمكم ازاي تسبكم للمحشي. حبايبي الحلوين، ربنا يبارك لكم. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم. باي باي.